رانيا يوسف وإلهام شاهين داخل الجزائر وبقلب الجزائر، وسر إطلالة سارة العلامة التي قلبت الموازين، ومفاجآت مهرجان عنابة اللي دايما متعودين عليها. تعالوا مع حضراتكم نشوف تفاصيل أكتر، بس في الأول كده هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان ما تنسوش لايك على الفيديو، اشتركوا وفعلوا الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. النهاردة بنتكلم عن مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، راجع بقوة جدا جدا جدا، مش بس أفلام، ده فيه حضور نسائي كبير جدا جدا. نجوم صف أول خطفوا الأنظار على الريد كاربت. حضراتكم طبعا عارفين مين النجمة اللي بتستعد بإطلالة خيالية، ومين طبعا ضيوف الشرف اللي قلبوا الموازين وقلبوا المهرجان. نجوم مصر دايما بيبقوا داخل مهرجان عنامة، وبيبقوا دايما حاضرين بقوة جامدة جدا جدا جدا. المهرجان أعلن رسميا عن اختيار مصر كضيف شرف أول للدورة دي، وعشان كده حضراتكم هتسمعوا نجوم بجد أساميهم تقيلة جدا وأساميهم كبيرة جدا جدا، زي النجمة الجميلة إلهام شاهين، والنجمة الجميلة رانيا يوسف، والفنان الجميل محمد لطفي. ده برضو كلهم كانوا ضيوف شرف داخل المهرجان. وفي برضو نجوم مصريين تانية برضو حضروا، ليهم أساميهم برضو وليهم احترامهم، زي النجمة الجميلة ليلى علوي، والنجمة الجميلة برضو رانيا فريد شوقي. وفي برضو نخبة كبيرة جدا من النجوم المصرية اللي حضرت المهرجان. المهرجان كان بيضم نخبة كبيرة جدا من نجوم مصر، تونس، المغرب. وفي النجمة التونسية الكبيرة كانت سهير بن عمارة. طبعا حضراتكم عارفين ان تنوع الدول ده وتنوع الاسامي في المهرجان بيبقى ترند على العالم. يعني المهرجان ده كان مجرد عرض افلام، ده ملتقى، مش مجرد عرض افلام، ده ملتقى ثقافي بجد. حضراتكم عارفين ان مهرجان عنابة بيضمن دورة استثنائية. طبعا نيجي بقى للجمال، الجمال اللي هو بيبقى الجمال اللي ملوش حل، جمال الجزائري. النجمة الجميلة سارة العلامة اللي دايما بتبهرنا بشياكتها وأناقتها وجمالها، كانت طبعا متصدرة الترند في المهرجان. الجمال الجزائري ملهوش مثيل. كان في نجوم كبار جدا جدا جزائريين كانوا في المهرجان. مهرجان تصدر الترند، وكان مهرجان جميل جدا جدا جدا. واحنا بنشكر الجزائر ان هي مصر بالنسبة لها ضيف شرف أول. ربنا يزيد المحبة ما بيننا يا رب. ربنا دايما كده يخلينا في ظهر وسند بعض. ده الفيديو مع حضراتكم، ومع السلامة.